العتيبي. إذا الأخوية والجيش ينهون الشوط الأول حبايب، هدف لكل فريق، وبإذن الله سننتظر ماذا سيسفر عنه الشوط الثاني. ولكن قبل ذلك دعونا نذكركم بأهداف الشوط الأول. تقدم عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء. اليوم ركلات جزاء عنوان الدور نصف النهائي من هذه البطولة، تحديدا في الدقيقة 28 يسدد ركلة جزاء على كلود أمين. كلود أمين الذي قال في تصريح له قبل أيام بأنه الحارس الأول في قطر. إذا ماذا عن الهدف الثاني؟ كان من نام تايهي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول أعزائي المشاهدين، وانتهى هذا اللقاء مثل ما تابعنا وياكم هدف لكل فريق. سنعود مع الرؤية التحليلية لمحللي قنوات بين سبورتس، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. من ركلة جزاء. اليوم ركلات جزاء عنوان الدور نصف النهائي من هذه البطولة، تحديدا في الدقيقة 8 سيسفر عنه الشوط الثاني. ولكن قبل ذلك دعونا نذكركم بأهداف الشوط الأول. تقدم عبد الرزاق حمد الله العتيبي. إذا الأخوية والجيش ينهون الشوط الأول حبايب، هدف لكل فريق، وبإذن الله سننتظر ماذا 20 يسدد ركلة جزاء على كلود أمين. كلود أمين الذي قال في تصريح له قبل أيام بأنه الحارس الأول في قطر. إذا ماذا عن الهدف الثاني؟ كان من نام تايهي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.